سلام البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ لاباس؟ اليوم وصفت كيما راكم تشوفوا هي لي باغيت تاع الدجاج والفرomاج. تابعوا معايا الفيديو للاخر وخليوا لي رايكم في لي كومونتير. نبداو بالمقادير البنات. عندنا كميه تاع صدر دجاج مرحي، عندنا حبه بصل صغيره، عندنا التوابل، تستعملوا التوابل اللي عندكم في الدار، عندنا دبشه ومعدنوس، وعندنا لموطارد. نخلطوا جميع المكونات مع بعضهم حتى يتجانس الخليط تاعنا. نزيدوا لهم البنات ملعقه تاع لا شابلور، ونزيدوا لهم حبه بيض، ونخلطوا جميع المكونات. اللي راكم تفرجوا في الفيديو ما تفرجوش وتهربوا، ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد اللي نحطه. كملنا خلطنا جميع المكونات. نجيبوا كميه تاع الفرomاج، نجيب انا هنا لي طارطولات البنات، تجيبي اي شكل عندك، اي مول عندك، وتعمري الدجاج بالطريقه هذه وتحشيه لداخل بالفرomاج وتغطي عليه الدجاج كما الطريقه موضحه في الفيديو. البنات هاي الشكل النهائي تاع الحبه، دخلتهم يطيبوا في الفرن على 180 درجه. البنات شوفوا لي الشكل النهائي تاعها بعد ما طابت. من جهه اخرى حطيت ديجا لاصوص بلونش تاعي طيب. البنات دوك نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف. هنا البنات نبدا نديمولي الدجاج تاعي بشويه، استعنت بالموس باش نحيه ما تفزليش الحبه. هاو الشكل النهائي تاع الحبه تاعنا. جبت صحن تقديم، حطيت لي باغيت تاعي بالطريقه هذه على شكل ريشه، قرنيتهم الفوق بشويه تاع فرomاج غابي. هنا بعد ما طابت لي لاصوص بلونش البنات، درت معاها شويه ديبولات باش نزين بهم الطبق تاعي. زدت لها شويه تاع لا كريم فريش، رجعتها زدت غليه واحده، قرنيت لو بلا تاعي كيما راكم تشوفوا في الفيديو. ومن بعد نسقيه بلاصوص ونديرلو شويه تاع معدنوس ونقدمه. البنات جربوه وخليوا لي رايكم في التعليق. هنا البنات حبيت نقول لكم نقطه واحده، التفاعل راهو ناقص خلا. اذا لي فيديو تاعي جاوكم ناقصين ولا جيت ما عجبوكمش، ولا قولوا لي نحسن من النوعيه تاعهم ولا نبدل المحتوى اذا ما عجبكمش، باسكو ما كانش تفاعل. انا قاعده نتعب بصح التفاعل ناقص خلاه.